السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا إدارة في قناة سيفر سينا. معاك المهندس محمود سينا. لو أنت جديد بالقناة فإحنا في الجزء ده هنتكلم عن كل ما يخص المكتب الفني بالتفصيل، وهنطبق خطوة بخطوة على مشروع بالكامل من البداية للنهاية. فلو حابب تتميز في أعمال المكتب الفني. طيب نفترض ان هي مش ربش عادية، هي قواعد عادية بسمك كام؟ 10 سم. هنحسب حصرها ازاي؟ هكتب مجموعة القواعد اللي موجودة عندي طبقا للروحة، وهحتاج ان انا من البيانات دي الطول في العرض في السمك. السمك خلاص انا عارفه ان هو 10 سم خلاص تمام، وراح جاي نازل بيه كده على كل القواعد، لان كل القواعد موجودة عندي بسمك بسمك واحد. طيب الطول والعرض هجيبه منين؟ هروح على طول على لوحة الكاد، اقدر اجيب الطول والعرض. هلاقي الراجل عاطيني جدول محترم كده في الطول والعرض بتاع بتاع كل قاعدة اف واحد 2 متر 85 في متر 60. هتوجه واكتب 2 متر 85 في متر 60. طيب قاعدة اف 2 هنتكلم عنها دلوقتي as shown عشان هي ليها شكل معين. اف 3 2 متر 85 في 2 متر 85. قاعدة مربعة 2 85 في 2 85. وهنقعد نكتب كل القواعد كده. طبعا مش هنكتبها كلها، بس هنتمرن عليها. القاعدة اف 5 متر 60 في متر 60 متر 60 في متر 60. قاعدة اف 6 3 متر 40 في 3 متر 40 3 40 في 3 40. هو ده شغل المكتب الفني، هو ده شغل المكتب الفني. اف 1 دبل داش واف 1 داش، هنبص عليها كده هتلاقيها في نهاية الجدول. اف 1 دبل داش 2 متر 85 في متر 85 دبل داش 2 متر 85 في متر 85. اف 1 داش كانت موجودة بس انا نسيت اهي 2 متر 85 في متر 30 2 متر 85 في متر 30. ومعنى ان هي داش كده معناه ان هي اف 1 وحصل فيها حصل فيها تعديل، فسماها ستار او داش ودبل دبل ستار. فاضل عندنا بقى؟ لسه نجيب مساحة اف 2. طب تعال نشوف مساحة اف 2 دي هنجيبها ازاي. بص يا إدارة، نروح الأول على الروحة كده، هنلاقي إن الروحة عندي فيها شوية حاجات أنا مش محتاجها. أنا كل اللي محتاجه محتاج حدود العادية صح كده، ومحتاج اسم القواعد. هروح جاي دايس كده ايزوليت، هيقوم اتجمعوا عندي. هاخدها كده كوبي بره عشان ابتدي اشتغل عليها جنب الجدول كده، واروح جاي راجع تاني عامل ان ايزوليت، ترجع الروحة زي ما كان. هلاقي عندي هنا برضو تداخل الخوازيق، انت ده مش محتاج منه حاجة، بس هو مرتبط بالمحاور، فلو شلته هتتشال المحاور معاك، فساعتها افجره واعمله عملية اكسبلود عشان يبقى كل حاجة لوحدها، وابتدي اضغط هنا وادوس ايزوليتد وخلاص، وانا اشيلهم مش عايزهم خالص، امسحهم خالص مش عايزهم، وادوس ان ايزوليتد. ترجع الروحة كده متظبطة، فيها اسم القاعدة وفيها القاعدة. وهقول لك اسم القاعدة دلوقتي. نيجي على قاعدة مثلا زي اف 2. قاعدة اف 2 عايز اجيب مساحتها ازاي؟ بص، هي لو قاعدة مربعة، لو افترضنا ان هي قاعدة مربعة، ممكن تجيب مساحتها بطريقة سهلة اوي. تختار ريكتانجل تمام، وتروح جاي عامل عليها مستطيل تمام بالشكل ده، وتضغط على المستطيل ده وتدوس ال ريست. هتبص هتلاقي اعطاك المساحة بتاعتها بسهولة. طب لو هي بقى مش مستطيل، ساعتها هعمل ساعتها لازم امشي عليها بولي لاين زي ما حضرتك شايف كده. همشي على القاعدة كلها بولي لاين عشان تبقى جزء واحد، تبقى عنصر واحد تمام. مشيت عليها بولي لاين، اضغط عليها واكتب ال تمام. هلاقي اعطاني المساحة بتاعتها 7/8. اخدها على طول كوبي واروح على شيت الاكسل، اروح جاي حاططها تمام. هنا بيقول لي بس عشان الميرج في مشكلة، فهحطها كده مثلا اهي. بعد كده ممكن اعمل لها ميرج منتهى البساطة، هتتعادل تتعادل معاك. طب ما اتعادلتش، سيبها كده دلوقتي وهنشوف ان دي كده بتدل على المساحة. انا عارف ان ده كده مدلول المساحة. هنشوف القصة بتاعت الشيت دي دلوقتي. طيب نروحوا على الروحة بعد كده ونبتدي بقى احنا كده حطينا المساحات كلها. فاضل العدد. هل القاعدة اف 1 دي في منها واحدة بس؟ هل القاعدة اف 2 في منها واحدة بس؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. فاضل العدد، يبقى انا كده خلصت خلصت الشيت. طيب تعالى نروح ونشوف العدد بيجي من فلتر، قلناها قبل كده. هنعمل هنضغط اف فلتر تمام. هختار add selected object وليكن القاعدة F1.
هبص هيلاقيني يديني شويه خصائص، انا هسيب منها ايه؟ التكست فاليو، مهمه جدا الحته دي. وعايز تسيب القرار سيب القرار مش هتفرق، بس اهم حاجه التكست فاليو، ان انت بتقول انا عايز كلمه F1 دي هي اللي انا اشوفها وهي اللي انا ايه اعرفها، التكست فاليو. تشيل اي حاجه تانية غير التكست فاليو، ممكن تسيب القرار مفيش مشكله، وتروح جاي ضاغط عليها كده وتدوس انتر. هتلاقيه تحت بيقول لك ايه؟ فاوند 24 زي الفول. هتدوس انتر، ولو عايز تاخدهم موف خدهم موف. ليه؟ عشان تسجلهم في شيت عندك كده، تحطهم في ريكتانجل محير، والسشير لو عايز يراجع يراجع. يبقى هما طلعوا كام؟ طلعوا 24. انتر. تمام. نشوف القاعدة F2، نفس القصة بالظبط. هنا هتلاقي قاعدة F1 ما بقتش موجودة، فسهلت عليك الدنيا. وكمان لو انت بتدور كده واكتشفت بعد ما تخلص القاعدة كلها ان في قاعدة F1، يبقى انت عرفت ان في قاعدة ايه؟ منسية. طيب نضغط فلتر، تمام، FI، ونختار القاعدة التانية اللي هي قاعدة F2. هلاقي ان موجود كل حاجة ما عدا F2. طب مفيش طريقة سهلة ان انا بدل ما اقعد امسح كل ده اجيب حاجة؟ مفيش طريقة اسهل من كده يعني تجيب العنصر بسرعة فيها؟ اقولها لك المرة الجاية. ابراي ايه F2 طلعوا 9، خدهم موف برضو بره عشان تبقى توريهم للراجل الاستشاري المحترم وهو بيراجع ايه وراك. طلعوا 9، جاي كاتب هنا كام؟ 9، وادوس انتر. F3. تعالى هنا بقى في طريقة سهلة لأمر فلتر ممكن تعمل فيها. هتدوس ايه؟ هتدوس edit item، تمام، وتشيل F2 دي وتكتب F3 وتكتب substitute، يعني انا عايز ابدل F2 ب F3 وتدوس ابراي. هتطلع لك سهلة خالص اهي. F3 في منها 5، هتاخدهم موف بره، تمام، وتحطهم في ريكتانجل عشان الاستشاري يراجعهم براحته. F3 طلعوا كام؟ طلعوا 5. طيب طبعا هنملى بقى باقي الحاجات بالطريقة اللي احنا قلناها. دي هتبقى 3، دي هتبقى 2، دي هتبقى 1، دي هتبقى 1 برضو، تمام. وهنا العدد هيبقى 2، وهنا متر ونص في متر ونص، وهنا 3 متر في 3 متر، والعدد بتاعها هيبقى 2 برضو، تمام. هيفضل عندي بس الجزء ده هو مش متظبط. طيب هظبطه كده، ما تظبطش هنحط هنا مثلا 1 على انه مدلول المساحة، يعني المساحة 1 في كذا هيديني هي المساحة، فتطلع 9/10، فعددها 9. هنتأكد بس عشان ايه حاجة مش مظبوطة، المفروض الضرب في ده. تمام كده اتظبطت المساحات. هتطلع الموضوع عندي 28.2 متر مربع، وهتلاقيها ايه متفقطة كده. انا حسبت المتر مكعب القواعد العادية عن طريق ان انا حطيت من الجدول الطول والعرض والهايت طبعا اللي هو السمك بتاع كل قاعدة، وعرفت العدد من خلال امر ايه؟ من خلال امر فلتر. طب يا باشمهندس هو في طريقة تانية اسرع من الكلام ده كله؟ في طريقة هنتكلم فيها في الحصر السريع قدام ان شاء الله.